قالوا ناس زمان: خون من خانك ولا تخون من آمنك. وقالوا تاني: بلي المال يروح ويجي، ولكن الكلمة والأمانة إلا مشات ما تبقاش ترجع. كانوا جدودنا كيعلمونا بلي الراجل بكلمته واللي يهز أمانة الناس في عنقه كيمشي وراسو مرفوع، واللي طمع وعماليه المال البصيرة كيبقى ديما دليل واخا يعيا يجمع. ايوا اسمعوا يا سادتي الكرام قصة التاجر زمان والنية والأمانة. في واحد النهار في قلب المدينة القديمة دفاس كان عايش واحد التاجر ديال التوب سميتو الحاج عمر. هاد الحاج كان معروف بين الناس بالأمانة والكلمة الطيبة، وكان الحانوت ديالو ديما عامر بالناس، اللي جاي يشري واللي ماشي حتى هو يشري. في واحد النهار دخل عنده واحد الراجل غريب كان مسافر باين عليه العيا ديال الطريق. هاد الغريب كان هاز في يديه منديل الحرير خضر ومربوط مزيان، وفيه رزقت حياته كاملة. كانت في داك المنديل كموسة فيها 100 دينار ديال الذهب. قرب عند الحاج عمر وقال ليه: الحاج، انا راجل غريب وهاد البلاد ما عندي فيها حد، ومسافر نقضي شي غرض، وخفت على رزقي من الشفارة ومن الطريق. بغيت ننزل عندك هاد المنديل أمانة حتى نرجع. الحاج عمر رحب به وقبل الأمانة ديالو، خدا المنديل من عنده وحطو في واحد الصندوق د العود وسد عليه بالساروت، وقال للراجل الغريب: كون هاني يا ولدي، رزقك في الحفظ والأمان. دازت شهور والحاج عمر مرض وشد فراش الموت. في هاد الفترة بقى مقابل الحانوت ولد اختو، واحد الشاب كان طماع سميتو الجلالي. في واحد النهار كان كيخمل الحانوت حتى كيطيح في يديه داك الصندوق. ايوا فتح داك الصندوق وبان ليه المنديل الخضر ثقيل وفيه الذهب، وسواس ليه الشيطان وهو يحل ديك العقدة غير بشوية. خدا الذهب كامل وعودو بشوية ديال النحاس والخردة، ورجع ربط المنديل كيف كان بالتمام والكمال باش ما يعيق به حد. داز الوقت ومات الحاج عمر الله يرحمه، وبقى الجلالي شاد الحانوت. في واحد النهار رجع الراجل الغريب للمدينة ومشى نيشان الحانوت يسول على الأمانة ديالو. الجلالي دار راسو ما عارف والو، ولكن جبد ليه الصندوق. الغريب شاف المنديل الخضر مربوط كيف خلاه، وشكر الجلالي وترحم على الحاج ومشى بحاله. غير وصل الغريب لدار الضيافة حل المنديل وهو يتصدم، الذهب طار ورجع النحاس مصدي. رجع كيجري للحانوت وهو كيترعد وقال الجلالي: هاد المنديل انا حليته بيديا ولقيت فيه نحاس ماشي ذهب. الجلالي بدا كيغوت ويجمع عليه الجيران ويقول: انا عطيته لك بمنديلو وبعقدته كيف خلاه عمي، جايب التهمه وتوسخ لينا سمعة المحل. خرج عليا قبل ما نعيط لك على العساسه. خرج الغريب والدموع في عينيه وقلت حدا الباب ديال الجامع مكسور الخاطر. شاف واحد الشيخ كبير من حكماء المدينه عاود ليه القصه ديالو، وهو يقول ليه: الشيخ ما تبكيش يا ولدي، سير عند القاضي المنصور، راه راجل ذكي وما كدوز عليه حتى حيله. القاضي المنصور سمع على الغريب وتأمل في المنديل الخضر، لاحظ ان الخيوط الحرير جهة العقدة
متفرقة شوية وبانت ليه واحد الخياطة رقيقة بزاف وصغيرة في القند د المنديل، مخيطة بخيط احمر ومخدومة مزيان ما تبانش لأي واحد. القاضي صيفط المساعدين ديالو يدوروا في السواق ويسولوا الخياطة شكون اللي خيط هاد الخياطة الرقيقة بخيط احمر هاد الشهورة الأخيرة. قلبوا وصلوا لواحد الخياط ماهر سميتو المعلم عبد السلام. استدعاه القاضي وراه المنديل. واش كتعرف هاد الخدمة؟ المعلم شاف فيه الخياط وقال ليه ايه سيد القاضي، هادي غرزتي ورتقتي، ما كاينش اللي كيخيط هاد الرقة في المدينة غيري انا. سولوا القاضي وشكون اللي جابوا لك؟ جاوبوا الخياط جابوا لي الجلالي ولد خوت الحاج عمر التاجر، قال لي تقطع عليه بالغلط وهو كيحلو وطلب مني نرجعو كيف كان وعطاني الدوبل ديال الفلوس باش ما نقولها لحد. النهار الثاني استدعى القاضي الغريب والجلالي. الجلالي بقى شاد في هضرتو، انا ما قصتوش سيدي، عطيتو ليه كيف حطو عمي. ابتسم القاضي وقال ليه الا كنتي ما قصتيش كيفاش المعلم عبد السلام الخياط كيشهد باللي انت اللي ديتيه ليه وخيطيه عنده من بعد ما قطعتيه باش تسرق الذهب. دخل المعلم عبد السلام للمجلس، غير شافو الجلالي وجهه صفار وبدا كله كيترعد وعرف راسو وحل، طاح على رجليه وكيبكي ويعترف بالذنب ديالو. القاضي حكم على الجلالي بالحبس حتى يرجع كاع الذهب للراجل الغريب ورجعات الامانه لمولاها. وفرحات المدينه حيت الحبل الكذوب قصير والنيه والامانه ديما كتغلب. وهكا يا مستمعي الاعزاء كينتصر الحق وكتظهر الامانه. اللي كيمشي بالنيه ربي ديما كيوقف معاه، واللي كيمشي بالطمع كيخسر كلشي في الاخر. وهنا يا اهلي وناسي كتسالي حكايتنا د اليوم، نتمنى تكون عجباتكم وخديتوا منها عبره. وما تنساوش تدعموني باللايك واشتراك وتخليوا لي رايكم في التعاليق. نتلاقاو في حكايه جديده ان شاء الله، وخليتكم في امان الله وحفظه.